لا تخلي المجتمع اللي حولك يقارنك ويسويك أقل ويقنعك إنه أنت أقل. مرحبا وأهلا وسهلا بكم شباب اليوم معانا فيديو جديد وأنا أخوكم ليث القرقري من قناة وعي فاي. طبعا فيديو اليوم قبل ما نبدأ أريد منكم بس مشاركة وتفعيل زر الجرس والمتابعة حتى يزيد محتوانا ونسوي محتوى أقوى إن شاء الله. فيديو اليوم هو بملخص إن شاء الله وتصل الفكرة لجميع الشباب اللي أعمارهم بين 20 و25 إلى 35 سنة. هو ليش إحنا نحس نفسنا إحنا أقل من الناس؟ تخيل معايا هذا المشهد عزيزي وعزيزتي المشاهدة، أنت عايش بمجتمع طبقي وتشوف الناس حولك كلها أحسن منك وكلها عندها فلوس واللي عندها سفرات واللي عندها طلعات واللي يروح يقعد بفلان مطعم غالي. أنت بالبداية راح تقول عادي ومشي الأمر انه ما يهمني، لكن بالحقيقة الامر بعد فترة من الزمن انت بداخلك راح يصير نقص وراح تشوف نفسك اقل من هاي الناس اللي حولك ومن المجتمع اللي حولك. انت اللي حطيت نفسك بداخل هذا المجتمع وقارنت نفسك معاهم. وحتى من راح تفتح السوشيال ميديا راح تشوف شخص مسافر، شخص قاعد يتعشى، وشخص طالع مثلا بمكان مع جماعته، شخص مشتري سيارة جديدة. انت هنا الحياة راح تصغر بعينك، وهنا عزيزي المشاهد راح تدخل بدوامة وعقلك يدخل بهاي الدوامة معاك، اللي هي انت راح تسأل نفسك اسئلة: اني ليش ما وصلت؟ وليش ما حد احقق احلامي مثل ما هم يحققوا؟ وليش ما اشتري فلان سيارة مثل ما فلان اشترى فلان سيارة؟ وهنا تبدأ تحس انه حياتك انت اقل منهم، او شخصيتك او مقامك بالحياة اقل من هذولا الناس، وتبدأ هنا انت تفوت بدوامة المقارنات. والحقيقة المطلقة بهذا الأمر عزيزي المشاهد إنه أنت حياتك مو أقل من هذا الشخص اللي عيشتري ولا اللي هو غني. أنت مجرد إنه فوتت نفسك بدائرة أو حلقة اسمها السوشيال كومبريشن ثيوري. هذه الحلقة راح تخليك تعيش حياتك من عينك بمقارنتك بغيرك. يعني أنت ما راح تقدر تعيش لأن أنت جاي تقارن حياتك أنت وظروفك أنت مع حياة غيرك وظروفه هو. واكيد اذا كل اللي تشوفهم حولك هم اعلى منك بالمستوى وانت تحس انه هم اعلى منك بالمستوى، اكيد انت هنا راح تعيش طول حياتك انه انت عندك نقص بداخلك، وراح تظل هذا النقص بداخلك حتى تطلع من هاي المقارنات. خلي احكي لك بعض القصص عن بعض الاغنياء. إليون ماسك اللي هو اغنى رجل بالعالم طبعا طلع بمقابلة رسمية وحكى انه هو ما مرتاح لا نفسيا ولا ذهنيا ولا عقليا ولا جسديا، وهو أغنى رجل بالعالم. فأنت من تجي تقارن نفسك مع هيجي شخص، أنت شوف حياتك أنت إذا مرتاح بيها لحياتك شو تسوي بالفلوس؟ وعندك همين جيم كيري اللي قال الفلوس ليست هي الحل. يعني من النهاية حبيبي وعزيزي الفلوس مو دائما حل لكل مشاكلك. صحيح احنا ماخذين هاي العقلية كلتنا انه انطيني فلوس انا تنحل نفسيتي وتنحل حياتي. انت اذا جاك خلال الفلوس مالك خسارة بالمال ايه هالقد من المال مالك 10%، انت راح تدخل بدوامة قلق انه لا تخسر فلوسك كامل. انت هنا ما مرتاح لو عندك فلوس الدنيا. هسه اجي عليك انطيك 50 مليون دولار اقول لك هذه اللكه وانت تصرف فيها، اذا خسرت منها اول 10 مليون دولار وعندك 4 مليون دولار انت هين دخلت ببوابه قلق ودوامه قويه عمود لا تخسر باقي الفلوس منها. انت هنا سلبت اني راحتك. والمشكله مو لان هم اغنياء، المشكله ان انت خليت غناهم مقياس لقيمتك. انت خليت هذول الاغنياء وفلوسهم مقياس قيمتك وقدرك بينك وبين نفسك، ولهذا جاي تحس نفسك اقل من الناس. وبالتالي عزيزي المشاهد انت عتمر بصراع يومي قوي، اللي هو انت تريد اول شيء تثبت نفسك، ثاني شيء تلحقهم، ثالث شيء تصير مثلهم، يعني تصير تطبق الاصل مثله لازم. انت هنا راح تخسر شيء واحد بس من النهاية، لا راح تصير مثلهم ولا راح تلحقهم ولا راح تتطور تصير احسن منهم، ولكن راح تخسر نفسك ما دام تضحك عليهم وتريد تلحقهم. واهم نقطة خليها براسك عزيزي وعزيزي المشاهدة، خلوها هنا براسكم واسمعوها بذانكم لا طلعوها ابد من اذانكم، انه مو كل الناس عندها نفس الظروف ولا كل الناس تمر بنفس القصة.
هي قصتك انت راح تعيشها بوحدك، غيرك ما راح يعيش نفس القصة. هو من جاء على الدنيا قصته مختلفة، وانت جيت على الدنيا قصتك مختلفة شكل. وكذلك الفرص، انت فرصك تختلف عن فرصه هو. يجوز فرصه جته وقت الشباب، انت فرصك بعدك ما مكتوبت لك بوقت الشباب، انت فرصك مكتوبت لك لحد ما تكبر او تصل عمر معين. والاهم من هذا كله عزيزي وعزيزي المشاهدة، لا تبقى تقارن نفسك بالناس، ولا تبني امالك وطموحاتك انه تصير مثل فلان. عوفك من الناس واتجه لنفسك انت، وقارن نفسك هاليوم بنفسك قبل سنة اشلون كنت. هاي ثالث شيء. رابع شيء، انت هنا انتبه لحياتك وابني حياتك، واكيد وبعون رب العالمين راح وتصير احسن نسخة من نفسك، وانت راح تكون راضي عن نفسك بدون مقارنة نفسك مع الناس. عيش حياتك انت، عيش لحظتك انت اللي رب العالمين منطيك هي، فرصتك انت اللي رب العالمين منطيك هي. يجوز واحد منطيه فرصه غير من تكرمون من الزباله يطلع الاف الدولارات، واخو شخص لا يسوي تجاره وتجاره كبيره ويطلع له دولار دولارين. فرص مختلفه، حياه مختلفه، قصص مختلفه. لا تعيش نفس القصه مع الشخص ثاني انت شفته قدامك، كان من اقاربك ولا كان بعيد عنك ولا كان بالسوشيال ميديا. انت عيش حياتك، عيش حياتك انت كشخص. انت رب العالمين ايش كاتب لك، ايش تشوفه بحياتك، شو تريد تسوي، وين تريد تروح. خلي الوعي براسك، كبر الدماغ، خليه يفتهم عليك، خليه يعرف انت شو تريد. عزيزي وعزيزتي المشاهدة، لا تخلي المجتمع اللي حولك يقارنك ويسويك اقل ويقنعك انه انت اقل. انت مو رقم، انت مو حساب بنكي. انت قيمتك الذاتية باحترامك لنفسك اول شي. ثاني شي باحترامك للاشخاص المقابلين. قيمتك مو بفلوسك ولا بطلعاتك ولا بروحاتك ولا بجياتك ولا بهدومك ولا بسيارتك ولا بساعتك ولا بموبايلك. هذه كلها اشكاليات. اذا راح تعيش، اغلب اللي عايشين باوروبا حاليا واللي هم وصلوا للغنى، ما نقول اللي بعدهم بنفس محطاتهم، اللي وصلوا للغنى من العراقيين اللي باوروبا، اغلبهم يقول لك انه السياره وسيله نقل والتليفون وسيله مخابره. يعني من النهايه هذه كله ما تقيم انت منه. اللي يقيم منه انت كشخص، مهاراتك بيش فايد المجتمع، بيش هذا المجتمع يستفاد منك من شنو. يعني هذا الحكي كله عوفه بصفحه مع المقارنات مع البشر، وانت قصه، وقصه بعد ما انتهت.